لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. ورزان خوش حالم لواني 670 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بما وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهي ودارم ايوي ازيش سودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والخوش يسنعوا كل لدواني رابرج لخزمته واتبيروزة دابون رب العالمين دفن مهر أو ذاتيك وأنواع باغلو خلق كردين وهنات يبرو بوم إيواي تدا معروشاتا كواتفيري كردين كوكبر لبو داركاين دروز بكن إيواش لسر قدو بالاي خوي دوستو بيستي بكبرنيا وهروها هر أو ذاتيك ودار خرماي هناي توجود وهروها أنواع زراعة أنواع دانويلا مختلفا أكلوا هريا كوتامي جوازها والزيتون والرمان دار زيتون وهروها دار هنار متشابها لقدوا بالا وقلا كان بيقدسن وغير متشابه ولتامي بروبو مكشيان زور جوازا كلوا من ثمره إذا أثمر كاتك وبربوم ددا بيخون لبربو مكي وآتوا حقه يوم حصاده وهروها لروجي هاتني بربو مكي حقكي دربكن ولا تسرفوا إسراف مكان لبروي أو ذاته كساني شي مسرفي خوش نابي بل خوش يستعيد الباس ما كرأ وآتوا حقه يوم حصاده كوا هندق لزانا عند فرمون أو وآتوا حقه يوم حصاده أو سورة مكية كوا باس لزكاتني لبروي زكاة لمديني فرسكرا كوا تو حقية تايبة لروجي دورينوي بيويست بدرية بو فقران كوا آمادا إتر أو زاناني دلين أو حقيش تايبتا دلين أو حقش بدابزيني فريضي زكاة بابنين بفرزبوني زكاة أو حق هرمايتو أو حق نسخ نبويتو هنديش كاش دلين بدابزيني زكاة أو حق نسخ بوا هنديش كاش دلين أصلا أو آت مدنية لمدينة دابزية بل سورة كمكية بلام أو آت مدنية لمدينة دابزية وباز لباسي زكاة باز لباسي زكاة جيشت بينا أو خالي. وقد روى العوفي عن ابن عباس عوفي لابن عباس خوي يقول لخوي باب الرازي بدجرته تفرمي كان الرجل إذا زرع كاتك وبياو بتشيل جو بربومي هباء فكان يوم حصادي روج الدريني بهاتبا لم يخرج مما حصد شيئا هيت بربومي ندى بخشية أو كسان كوي لوي آمادنا لوي خوي يقول فرمو آتوا حقه يوم حصاده خوي يقول فرموي لو رجك ديرنو حق كي بدن وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل 10 واحد لبوي أو رجا ديارة كم يبرو بمك ديارة يتر مقدار در كردنيش طبعا لزراعة يقلدية أو لبو أبرو بمك وبباران شيمبو لإكريل دل استدل بالآية من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر ترى هندق لعلماء كاتك طبعا دلين أو آتا باز لزكاة زراعة دكاتين دلين تكش بلقية لسروي كوا هرشتيق لبربومي زوي خواي يوربي تاني بخشي بيشتا زكاتي لدربكن وخصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما بتايبتيش زيتون وهروها هنار كوالير دبناو ناويان هاتيا ومن خصها بالحبوب هركسي شيش بلي ولا بابن زكاة تنها لا دانويلا دردسي
قال إن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليها. دلين باشا أدلو بس لا داني ولا در ذكره دلين لو يلا داني ولا تنها در ذكره لبروي خواي وفوات حقه يوم حصاده لروجي حصاد كيد فنور لفظي حصاد تنها لبو داني ولا بكار ده بلا أجرتي باسي لا حر زيتون رمانش كده بلام كذا فرمي لروجي حصاد كي حقي بدن زكاة بدن كوات إشارة حصاد لبو زيادة لبو بروبومي داني ولا. وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد وهروا وجب الجيكوا أو أتبلغش تداكوا لبيشي أو كوا حصاد كي بيروج بروم كي ناكلت زكاة درب كي بيش وقته. واستدل بها أيضا على أن الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام وهروا أتا أو بلغش لوردجيري كوا كدوش اللقال يكتري باسكران معناه أونية هردوشان حكميا وكو يقبي لأنه تعالى قارن الأكل وهو ليس بواجب اتفاقا بالإيتاء وهو واجب الاتفاق. لذا أخوة يقول فرموي لبروبو مكي بخون كاتكوا بروبو ميدي وحقكشي دربكا لو روجكوا دي دورنوا بالتأكيد بإجماع علماء خواردن لبروبو مكي واجب نيبال كل بو إباحية بلام حق در كردنكي وكو زكاة واجبة كواتك رجال يكتري باس كراينة معناه ونية كوا هردوشان حكمي وكو يقبي نوا أنا خير خواردنكي حكمي إباحية حق در كردنكي وكو زكاة حكمي واجبة. لا تفسير السعدي ضلي وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار كواتا أوشيان ضلي أو آتا بلغي لسر أوي كوا لهمو بربومك بيست زكاة در بكري وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع كواتا حول كشي كوكو معلومة لا وانا راوش آما جمع بيكر بنسبة مالو زيرو زيو بيست صاري بس هذا بصورة بلان بنسبة زراعة أو روجي كده دوريته أو حوليتي بيست بربومك باب الزكاة اللي در بكري وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة أو بربومة كذلك أو خاوني باب الزكاة اللي در كرد هرچندی سال لو خوی بیجاری توان ناکره وکو مسئله زیر و زیو همو سال بربو اوی زکات لی در بین نه هلو روز کوا روز درونه که زکات لی در کرد اوید کلو خوی کسندی دجاری توا اگر مقداری زکاتیش بکدوا دین باسی مقدار کشی دکین هر یک زالی در دکا طبعا اذا كانت لغير التجاره يعني كابرا بربو مكي دوريوا او روز كدوريوا بيستا زكات لی در بکا بلام وكو مسألة زيرو زيونية مادام لكني ماوا دبيها مصالي زكاة دير ما قال لبو تجارد لو خوي بجيريتوا دبيها مصالي ذكر بلام كلبو خوي جيريتوا أو زكاة اللي درناك تنها أو روجنبي كوا دوريتوا أجر صارج للاي بمينيتوا وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه وهروا لخالش ديك ذكره لو بربومانه أو بربومي خرما بربومي دانويله بربومي هر أواني ديكي كوا بريو علمانك هم زكاة تدا ذكري بيش ذكرني زكاة لي بخوي وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكى المال الذي يبقى بعده تسندي دخوي مباحة يتلدواي أو تسندمينيتوا أو حساب ذكري لبو زكاتك النق مقدار كل كي بيشتشي لا أضواء البيانيش درباري أو آتا ضلي وعلى أن المراد بها الزكاة طبعا بدول يقدان ولا يقدريته وكو باس ما كان دل أجر بوش ويلي يشبدينه كوا وآتوا حقه يوم حصادي بزكاة يشبدينه فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة وهو المذكور في قوله كواتا دل أجر أو حق بي كوا بمعنى زكاة دي أو لو آتش عينك خواهي لسورة البقرة دفن أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض لو آتي سورة البقرة لا آتي دوصة شيص حف آما جاي بيدك أنفقوا من طيبات ما كسبتم ببخشا لو ما لحلالك بيتان بخشرا زي تجارة ومما أخرجنا لكم من الوهر ولو زراعتك أو بربو ما بيتان بخشية الزكاة لدربكن يتردل مقدار كشي وبينته السنة للسنة صلى الله عليه وسلم مقدار كي ديارة فإذا علمت ذلك أجرزاني حالتك أو هكذا فاعلم أنه يحتاج هنا إلى
بيان 3 أشياء كواتە لێردا دەڵێ سێشت پێویستە بەیان بکەین. یەکەم تعیین ما تجب فيه الزكاة بما تنبت الأرض. یەکەم دیارکردنی ئەو جۆرە زراعاتانەی کەوا زەکاتی لێ دەردەچی، هەمووی لێ دەردەچی یان هەندێک تایبەتە لێ دەردەچی. دووەم تعیین القدر الذي تجب فيه الزكاة منه، کەواتە لە چەندی دەردەچی واتە حەدی نصابی چەندە، وەکو مەسەن لە زێڕوزی و دیارە ئەدی لە زراعەت بگاتە چەندی مقدارەکەی زەکاتی لێ دەردەکرێت. سەیەم تعیین القدر الواجب فيه، وهروها خالی سەیەم لەو مقداری کە گەیشتی تە حەدی نصاب چەندی لێ دەردەکەی دەڵێ ئەو سێ خاڵە ئاماژەی پێکەن. طبعا ئەو زۆر بە تەفسیل بە ڕەئی مەذاهب هەمووی هینایتەوە، ئێمە زۆر بە کورتی ئینشاءالله أو هندك كبيوست باز بكريتن باسي دكين. يكم زاد يعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هيس خلاف لنيوان علمانية لو كواز زكاة لو تار صنفي لأصناف باب المزروعات لو تار صنفي واجبة. هيز مناقشة لبين علماء ياخذ خلاف لبينانية لو تار صنفي. يكم الحنطة والشعير واتا قنمجو سيمو تسارمش والتمر والزبيب وهروا خرماو ميوش أو تسار صنفة دليه هيت خلاف لبين علمانية لو تسار صنفي زكاة واجبة. واختلف فيما سواها بلام خلاف لغير أو تسار صنفها لنوان علماء. فقال قوم لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض. هنديق لزانان دلين غير أو تسار صنفا كوال حديث پیغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم غير أو تسار صنفا هيج تشيدي كلا أوي كالبربومي زي دردتي زكاة تيدانية. أو الرأي حسن ابن سيرين الشعبي وهروا كوماليق لكوفيا كان وكو ابن أبي ليلى وثوري حسن كري صالح وابن مبارك ويحيى كري آدم وأبو عبيد وأنا هميا الرأيان وزكاة تنها لو تسار صنفية قنموجو وهروا خرماو وهروها ميوش. وروي ذلك عن أبي موسى لأبي موسى جرة خوالي رازيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كوحديث لبيغمر دجرة صلى الله عليه وسلم تنها لو تسار صنفية وهو مذهب أبي موسى مذهب أبي موسى أوي. فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زكاة تنها لو تسار شتا ورد قرتو قناعتي وابو. ولا زكاة عند مالك رحمه الله في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا. لا إمام مالكي لمذهب إمام مالكيش هر عين دليل تنها لو تسار صنفة زكاة دردكري. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضا إلا فيما كان قوتا يدخر. كواتا لمذهب إمام الشافعي دليل زكاة لهشتك لبربومي زوي والناجرة من ثمار لا تجب زكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضا لبربومي هز داريك زكاة دناسيتا إلا أو بربومنا بكوا قوتا يدخر وكو قوتك ذكره هالجيرة وذلك عنده التمر والزبيب فقط. كواتا أو شرعين ما بستي أويا أو تارشت قوتا وكو قنموجو وهروها خرماو ميوج. كواتا رأي إمام شافعي شرها. واختلف قوله في الزيتون درباري زيتون إمام الشافعي قول مختلفها لا مذهبي قديم ضل تجب فيه الزكاة ضل زكاة لسرة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر كواتا لبروي لرواياتك دجرت لإمام عمر خوالي رازبي كوالا زيتونيش أين يقلد فيسا زكاة لدر بكري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الزيتون الزكاة وهروها لقول ابن عباس كذا كاتب القل لخوي باب رازبي كواد فرمي الزيتون الزكاة هي طالما لمذهبي جديد لا زكاة في الزيتون لمذهبي نويد لا زكاة لزيتونية لأنه ليس بقوت فهو كالخضروات. يعني زيتون قوت نية هالجيرة بلكو وكو خضروات وكو سوزوات هيس زكاة تدانية إتر أو الرأي إمام الشافعي. لحديثك ذاك إمام الترمذي رواتي كردية عيسى كوري طلحة فرمي معاذ كوري جبل خوالي رازبي كليمن بو لبو بيغمبرين صلى الله عليه وسلم كوا برسيال لك درباري خضروات كما بستي لخضروات وهي البقول وكو بقوليات. فقال ليس فيها شيء بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي
هيت زكاتي لسرنية. أما أبو حنيفة فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. إمام أبو حنيفة دالي همو أو شتيكها همو أو بربومي كلا زوي درسي هر همو زكاتي لسرة لبر أوي آتك عامة دفرميتن وآتوا حقه يوم حصاده لا همو شتيك لو بربومي كلا لزوي درسي وهروها بعموم أو آتي سورة البقرة جاء الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أو إلا زوي درسي هر هموي زكاتي لدرسي. وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهو بعموم وحديث في صلى الله فرمي هر بربومك كواب باراني كباراني لأسمان هاتي ببي ويتو آي بدي كبربومي هات بيستا يقل سردي زكاتي بدي. إتر أوش رأي إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هموش تيك كوالا بربومي زاوية بيستا زكاتي لدربتي دیارە بابەتەکە شتی تریژماکە پێویست وە باسی بکەین بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوان رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێینەوە خزمەت ئەو ئاەتەوە ئەو باسخوازە زیاتر لێ باز دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.